مفيش عندك اوردرات وحابة ان انت تعملي حاجة تزودي الدخل بتاعك او تشتغلي في نفس اليوم اللي مفيش عندك فيه اوردرات. ان شاء الله النهاردة اقولكوا تعملوا ايه بالظبط ولو انت لسه مبتدئة او لسه ما عملتيش اي مشاريع خالص، المشروع ده هيفيدك وهيبقى مصدر رزق ليكي وهيبقى فيه مكسب حلو جدا جدا. تابع معايا الفيديو الاخر. طبعا ازيكم كله تمام، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. لو انتوا اول مره تشوفوني او مره تشوفوا القناه بتاعتي، يا ريت تشتركوا في القناه كده وتفعلوا الجرس على الكل عشان طبعا كل ما انزل فيديو جديد يوصلك اشعار جديد مني. اول حاجه يا بنات، انا بشجع اي حد بصراحه او اي واحده حابه ان هي تعمل مشروع وتجتهد كده ويبقى فيه مصدر رزق داخل لها. طبعا بما ان انتوا عارفين ضغوط الحياه والالتزامات الصعبه وكده. ويا رب اكون مثلا لو بنزل لكم فيديو او قلت لكم معلومه او يعني عرفتكم على فكره مشروع وانتوا مثلا حد عمله وطلع ليه مثلا مشروع وربنا رزقه فيه وكده. مش عايزه اكتر بس من دعوه حلوه منك كده وتقولي بتتابعيني منين. بصوا يا بنات، اول حاجه كده انا عندي صاج 40 في 60. طيب لو انا ما عنديش صاج 40 في 60، انا همشي معاكم خطوه خطوه واقول لكم البدايل يعني. لو انا ما فيش عندي صاج 40 في 60 وحابه اعمل المشروع ده، لو عندك صاج 30 في 40 يقضي تمام. ليه؟ تعمليه مرتين، اعمليه مرتين وهتطلعي برضك منه الطواجن دي، مفيش اي مشكله خالص تمام. انا قلت اعمل صاج على بعضه صاج 40 في 60 وصاجين 30 في 40، هيطلع لك نفس الكميه اللي هتطلع معانا تمام. حطيت 700 جرام من الاسبونج، حطيت كان 7 بيضات يكون حجمهم حلو، وحطيت معلقة محسن جل كبيرة، 3/4 كوباية من المية، والفانيليا. الاسبونج يا بنات ما بياخدش اكتر من الفانيليا والمية والاسبونج والبيض. المحسن ده كمان هو اصلا الاسبونج الجاهز بيبقى جاي فيه المحسنات بتاعته، بس احنا بنزود المحسن الجل، ده مادة رافعة ليه ان هو يرفع الاسبونج اكتر تمام. المهم ان انا بجيب اسبونج دريم، بحط المقدار بتاعي في العجان. لو مفيش عندك عجان تقدري تضربي بالمضرب الكهربائي، يعني لو انت حابه تعملي مشروع مفيش عندك الا مضرب كهربائي تمام، مش مفيش اي مشكله، هيطلع معاكي نفس النتيجه واحسن كمان، بس يعني ايه هياخد وقت منك شويه. جبت ورق حواوشي، حطيته في أرضية الصاج بتاعي، وابتديت إن أنا أعمل الصاج بتاعي نصين، نص فانيليا ونص شوكولاتة، وابتديت إن أنا أفرده كويس. الأخت طبعا اللي سألتني أنا بعمل الصاج وبيهبط مني، بيهبط منك ده من قلة التسوية. التسوية بتاعت أو النار بتاعت الفرن بتاعتك مش مظبوطة، حاولي تظبطي النار بتاعت الفرن بتاعتك. خلاص كده هبدأ إن أنا أجيب السكرابر بتاعي وأبدأ إن أنا أساوي الاسبونج بتاعي. وطبعا انتوا شايفين ان انا بسوي ثواني كده وخلاص، يعني بقلب بقى على المشهد اللي بعده او الفيديو اللي انا مصوره بعده. بس انا بفضل شويه كده لغايه ما اساوي الاسبونج بتاعي، اكون مسويه كده، يكون الاسبونج الابيض زي الفانيليا او الصاج كله ميه واحده، مفيش حته عاليه ومفيش حته واطيه. طبعا انا بجيب الاسبونج الفانيليا، لو حابه ان انا اقلبه شوكولاته بحط معلقتين كاكاو اسباني خام لغاية ما يبقى باقلبه شوكولاتة عادي، مفيش أي مشكلة. خلاص، أنا كنت باقيس الطواجن دي، الطواجن اللي أنا هاستخدمها، الطواجن دي 10 في 15 تمام. يعني قطعة الجاتوه بسم الله ما شاء الله يعني حلوة. الطاجن ده ممكن بصوا لو حد أكيل قوي يقضي فرد، يكفي فرد أو ممكن فردين. خلاص، بس الاسبونج بيبقى خفيف وطعمه أصلا جميل فبيكفي فرد. بصوا يعني ما شاء الله يعني. المهم الصاج ده هيطلع معايا 19 طاجن تمام كده. هقول لكم تحسبوا التكلفة بتاعتكم ازاي، عشان لو انتوا حبيتوا تعملوا المشروع ده تبقوا انتوا عارفين التكلفة وسعر البيع وكل حاجة. اول حاجه كده يا بنات، عما ارص طبعا الاسبونج في الطواجن وكده، اول حاجه هاتي ورقه وقلم وخلي طبعا ورقه وقلم معاكي على طول، بدل انت هتعملي مشروع. ورقه وقلم اكتبي 7 بيضات، طبعا البيض رخص دلوقتي، بقت البيضه ب5 جنيه. وتكتبي 700 جرام من الاسبونج الاسبونج الكيلو 75 جنيه، بتقسميه طبعا بتعرفي 700 جرام قد بكام.
أخدت معلقة محسن جل مثلًا ب5 جنيه، أخدت الفانيليا ب2 جنيه، أخدت بس ده الإسبونج. طيب ال19 طاجن ده ياخدوا قد إيه كريمة؟ بياخدوا مني كوباية إلا ربع من الكريمة. خلاص. طبعًا كيلو الكريمة أنا باجيبه ب300 جنيه، أنا باستخدم هايبر المتحدة. خلاص. ب300 جنيه، فأنا هاخد إيه يعني مثلًا كوباية، أنا هاضرب كوباية. خلاص كده. بس بيفيض معايا مثلًا إيه يعني 3، 4 معالق كبار من الكريمة، أحطهم في بولة عادي وأحطهم في التلاجة أغطيهم وأسيبهم بقى لمّا بيكون عندي شغل تاني يوم وكده. خلاص. كيلو الكريمة ب300 جنيه، وأنا هاخد كوباية، الربع كيلو فيه كوبايتين، فأنا هاخد كوباية من الربع كيلو. خلاص. المهم باحسب بقى طبعًا الكريمة، باحسب الإسبونج، باحسب البيض، باحسب الكهربا، باحسب كمان الغاز، باحسب الطاجن ده باجيبه جملة ب2 جنيه ونص، ب2 جنيه ونص لو أنا باجيب جملة كمية كبيرة يعني باجيبه ب2 جنيه. خلاص كده. طبعًا أنا مش هاقول لكم أنا مطلعة، أنا هاقول لكم أنا مطلعة الطاجن بكام، بس ما تمشوش على السعر بتاعي، لأن أنا عارفة أنا مكلفاه كام وهابيعه بكام وعارفة مكسبي فيه كام. تمام. أما أنتِ بقى، لأن أنا باشوف ناس في الكومنتات كتير يقولوا الإسبونج عندنا أغلى من عندِك، في ناس يقولوا ب90 ب85، أنا عندي أنا الكيلو ب75 جنيه. فهي بتفرق من بلد لبلد، أو من منطقة لمنطقة، أو من محل لمحل. خلاص. فهي ممكن تفرق عندي أنا باجيبه ب75، أنتِ عندِك أنتِ ب85، يعني فرق 10 جنيه. أنتِ فاهمينّي؟ فهي بتبقى كده. أنتِ بقى يعني تجيبي ورقة وقلم وتحسبي كل حساباتِك كلها، وتشوفي مثلًا الصاج ده كلّفني 100 جنيه مثلًا وليكن يعني. تمام. كلّفني 100 جنيه وأخدت كريمة ومش عارفة 150 جنيه. طيب أنا دلوقتي آمم وطواجن وكلام من ده خلّاها مثلًا 200 جنيه. خلاص. يعني طواجن بالكريمة بالإسبونج بكلّه 200 جنيه. طب أنا مطلّعة 19 طاجن، أنا مطلّعة الطاجن ب20 جنيه. خلاص كده، يعني ب380 جنيه. خلّيني أنا مثلًا طلّعت أدا 200 اللي أنا الخامات، واتفضّل معايا 180 جنيه. هل ده مش مكسب إن أنا أشتغل مثلًا ويدخل لي حاجة مثلًا في اليوم؟ لأ طبعًا، هو ده مكسب وراضيني والحمد لله، أحسن طبعًا من إن أنا ما اشتغلش واقعد في البيت وما اعملش أي حاجة. لأ، ده مشروع حلو جدًا، جدًا، وبييجي إن أنتِ لو أنتِ عايزة تزوّدي ال الدخل بتاعِك برضُك أزيد، يعني تقدري إن أنتِ تعملي صاجين وتطلّعي منهم ال40 طاجن أو أو ال38 طاجن. تمام. هتطلّعي منه 38 طاجن ما شاء الله، يعني اللهم بارك. احسبي بقى الحساب بتاعِك ممكن يطلع لِك 300 جنيه في اليوم أو أزيد من 300 جنيه. هي ماشية كده. فأنا ما باقولكوش مثلًا الحساب، أنا باقول لكم يعني زي ما أنا باعمل بالضبط، باجيب الورقة والقلم واحسب الحسبة بتاعتي وهاطلّع الطاجن على كذا. خلاص. أنا عن نفسي أنا باطلّعه ب20 جنيه، بس في أماكن تانية والله بيطلع ب25 وب30 وب35. أنا باسمع أرقام متفاوتة. أنا لو أنا بابيع زي اللي برّه دُولة، أقسم بالله أنا كان زماني حالي غير الحال. والله العظيم كان زماني حالي غير الحال. بس أنا يعني بابقى يعني إيه، باحس بالناس شوية. خلاص. فده اللي مخلّي يعني الحمد لله حُب الناس زايد شوية. خلاص. فدي فكرة مشروع حلوة كده، على إن شاء الله، إن شاء الله يعني كل ما ألاقي دعمكم ليّا والاستمرار في اللايكات بتاعتكم والكومنتات بتاعتكم الجميلة ودعواتكم الحلوة والاشتراكات بتاعتكم، إن شاء الله أنزّل لكم برضك عروض جامدة جدًا، جدًا، وحاجات كويسة جدًا هتبسطكم برضه، وإن شاء الله تقدروا إن أنتم تنفذوها وتعملوا مشاريع وتعملوا جروبات، وربنا يصلح ما بين إيديكم ويصلح حالكم ويصلح حالنا إن شاء الله يعني. تمام كده. بعدين بقى يا بنات، بعد ما خلصنا الطواجن، أنا بعد ما قطعت طبعا الطواجن أخدت المقاسات، جبت الكريمة ضربتها. طبعا كوباية الكريمة حاليا دلوقتي عليها كوباية ونص من المية المتلجة، معلقة لبن بودر، معلقة باستري كريم أو كريم باستري، تحطي نص كوباية من السكر أو ربع كوباية حسب طبعا الرغبة، وبضربهم في العجان حاليا دلوقتي. أما الجو لما بيبرد أوي شوية بستخدم كوباية لكوبايتين مَيّة متلجة. وخدي بالِك لإن أنتِ لمّا بتزوّدي مَيّة كتير الكريمة
الغنى بتاعها بيقل، ما بتبقاش غنية أوي، فأنتِ زودي لها لبن بودر وكريم باستري هتزود الطعم شوية. خلاص كده جبت أنا بعد ما أنا جلست الطواجن حطيتها شوية في التلاجة، جبت بقى زبدة لوتس، جبت نوتيلا بني ونوتيلا بيضة، وابتديت إن أنا أخفهم بزيت طعام، وأبدأ أحطهم في البولات كده زي ما انتم شايفين، وجبت الطواجن بتاعتي وابتديت إن أنا أزين فيهم. التزيين ده لعبتك انتي، تمام كده. وبعدين أنا يعني كنت بزين بحاجة بسيطة عشان ده يعني طاجن ب20 جنيه، الموضوع مش كبير أوي. خلاص، فده بقى كان الفيديو بتاع النهارده وفكرة المشروع بتاعتي النهارده. يا رب الفيديو يكون عجبك وتكوني استفدتِ منه، ولو بمعلومة صغيرة ولو استفدتِ منه دعوة حلوة من قلبِك كده، وقولي لي بتتابعيني منين. أترككم بقى في رعاية الله، أشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله.